حلو. يقول ليش ما يكون مناهج التربية الإسلامية في مدارسنا على المذهب الإمام الشافعي؟ والله اخوي عبد الله اللي قريناه من ساعه ما شاء الله اللي انت تقراه نعم. حلو للتربيه. لو يخلون يكثرون من هذه الابيات الجميله. نعم. لانها هذه شوف بيتين ثلاثه يحفظها الطالب، يحفظها التلميذ. اي نعم. حلو زين. تأثر في نفسيته وفي تربيته. اي في كلام حلو تأثر في النفسيه والتربيه. وعند واحد منه حكيم اللي قايلها، يعني هو يتكلم يعرف الشريعه، يعرف الحكمه. نعم. يعرف شنو الشريعه تبي، يعني ما تشوف بيت من ابياته يخالف الشريعه لانه امام. اما يجيب لك احيانا قبل كانوا يعطونا ابيات شرك حلوه بس شرك شلون انا يا ليتني غايب ذاك اليوم ولا رحت المدرسه يوم كنت بالابتدائي. قسما بالله وبالعلم، قسما بالسيف وبالقلم، قسما بترابك يا وطني، بجدار الكعبة والحرم. شنو خبصوا الدنيا فيه. معطينا اياه واحنا حافظينه ونفس الطريقه اللي قالها لنا المدرس، ويلا ردوا وراي. قسما بالله وبالعلم، هذا شرك. قسما بالسيف وبالقلم. شلون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. وفي روايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا الشاعر اللي قال الكلام وحطوه بالمدارس، طبعا مو الحين، من زمان، حقبه مضت وما مضى قد انقضى. الظاهر بعدين انتبهوا وشالوه بالابتدائي والحمد لله انهم انتبهوا. اي نعم. اخوي عبد الله هذا لما حطوه الشاعر هذا كلماته عسل لكن فيه سم، فيه شرك بالله تبارك وتعالى. فهذا الفرق بين العالم اذا قال لك شعر أديب، واذا كان الواحد ما بعيد عن الشرع وقال لك شعر، شوف الفرق بينهم. هذا وين حذفنا في الشرك وهذاك وين ودانا الى جنات فيها التوحيد وفيها العمل السيد. يعني هذا الفرق